كلمتين حابب اقولهم للاعبي نادي الزمالك ولفريرا مدرب نادي الزمالك. صلى الاول على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وندخل كده في كلامنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. زي ما قلت كده في بدايه الفيديو، في كلمتين مهمين حابب اقولهم للاعبي نادي الزمالك. اولا، ما تاخدوش فكره ان مرتضى منصور رحل على نادي الزمالك حجه. كلنا عارفين وكلنا شايفين ان في لعيبه كتير كانت متاثره نفسيا ومتازمه نفسيا بسبب وجود مرتضى منصور، وانه في اغلب الاوقات بيدخل نادي الزمالك او مؤثر على نادي الزمالك بالسلب من كم من المشاكل اللي بيدخل فيها النادي، وكمان كم من المشاكل اللي هو بنفسه عملها لبعض اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك. فمش هنضحك على بعض ونقول ان رحيل مرتضى منصور بيأثر بالسلب على لاعبي نادي الزمالك. لا، المفروض ان هو رحيله اصلا يأثر بالايجاب على لاعبي نادي الزمالك للاسباب اللي انا قلتها قبل كده. والحاجه الثانيه اللي حابب اتكلم فيها عن لاعبي نادي الزمالك او حابب اقولها للاعبي نادي الزمالك، الجمهور دلوقتي مستني منك ان انت ترجع روح ومستوى الموسمين اللي فاتوا، وده فعلا او ده الحل الوحيد اللي انا شايفه للاعبي نادي الزمالك، ان انت ترجع روح ومستوى الموسمين اللي فاتوا. والامر مش هيكون عليك صعب، لان تكرار شيء انت نفذته قبل كده مش هيكون صعب عليك. الفكره ان انت بس بعض الخطوات اللي انت خدتها محتاجه بعض التعديل، وهتقدر ان انت ترجع وهتقدر ان انت فعلا تنجح مره تانيه. وانا شايف ان لاعبي نادي الزمالك لو قدروا فعلا يرجعوا للمستوى وروح الموسمين اللي فاتوا، هيقدروا يرجعوا في المنافسه على الدوري وهيقدروا يصعدوا من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. لان زي ما بقول، انت لما كنت بروح ومستوى الموسم اللي فات والموسمين اللي فاتوا قدرت ان انت تنجح نجاح كبير ما كانش حد اصلا متوقعه، وما كانش حد اصلا متوقع من نادي الزمالك يقدر يحقق الثنائيه ويقدر يحقق دوري الموسم اللي فات بعد غلق باب القيد. فانت قدرت ان انت تتحدى، وقدرت ان انت تخلق روح قويه، وقدرت تخلق مستوى قوي يحقق لك نجاحات في الوقت اللي كان الكل فيه بيراهن على سقوطك او بيراهن على خسارتك. فزي ما بقول، تكرار الامر مش هيكون صعب على لعيبي نادي الزمالك، لكن الفكره ان انت يكون عندك فعلا زي ما بنقول كده يعني روح، وعندك فعلا اصرار ان انت تعمل ده. مش فكره ان اللعيبه تكون وصلت لفكره الملل وفكره ان هي لا خلاص بقت مهمله لدرجه كبيره جدا. الحاجه اللي انا حابب اقولها بقى لفريرا مدرب نادي الزمالك، على فريرا ان هو برضه يرجع بآلة الزمن كده للموسم اللي فات، وكأنه لسه جاي جديد لنادي الزمالك، لنادي فيه كم مشاكل كبير محتاجه حلها ومحتاجه منه شغل مضاعف. لازم فريرا يعمل ده، ولازم فريرا يركز على النقطه دي، لان نادي الزمالك فعلا حاليا دلوقتي محتاج ان انت تخلق اسلوب لعب جديد، تخلق شكل جديد للعب، تخلق حاجات كتير جدا. فده مطلوب من فريرا، زي ما بقول، ان هو يرجع او ان هو يحاول يرجع بآلة الزمن، وكأنه لسه جاي نادي الزمالك بشكل جديد، ولسه بيحاول ان هو يرتب اوراقه ويشوف الموضوع من بره كويس، وياخد قرارات حاسمه تخلي النادي ان هو او تدفع النادي للامام زي ما بقول. والحاجه الثانيه اللي انا حابب اقولها لفريرا، فريرا لازم ياخد مباراه بيراميدز بروفا لمباراه الترجي. المباراه مشابهه جدا لمباراه الترجي. اولا، انت في مباراه الترجي مطالب بالفوز عشان تفضل في الصراع او تفضل في فكره ان انت بتنافس على الصعود من المجموعه، وكمان مباراه بيراميدز انت برضو مطالب بيها بالفوز بشكل كبير جدا عشان تضمن برضو ان انت لسه موجود في منافسه الدوري. فالمباراه، وفريق بيراميدز على فكره مش فريق سهل، وفريق من اقوى الفرق اللي موجوده في الدوري. فزي ما بقول، المباراه مشابهه في امور كتير جدا لمباراه الترجي، فهي احسن بروفا ليك تقدر ان انت يعني تجرب فيها خطه لعب اللي انت عايز تنفذها في مباراه الترجي. والفكره كمان ان انت لو هتغير شيء في تشكيله نادي الزمالك، اللعيبه تكون قدام نادي بيراميدز نادي كبير، تكون فعلا قد التحدي قوي وطمنتك، واللعيبه نفسها اطمنت ان التشكيله دي او الاسلوب اللعب ده هيقدروا يحققوا بيه فيه، او هيقدروا يحققوا بيه حاجه قدام الترجي، فهيديهم دفعه قويه. فده اللي انا بتمناه من فريرا، وده اللي انا بتمناه من لعيبه نادي الزمالك. اتمنى بس ان انا ما اكونش طولت عليكم، ولو عجبكم الفيديو اتمنى لايك وشير وكومنتات كتير. عايزين نكبر الصفحه وان شاء الله تكبر بيكم وتكونوا جزء من عائله كوره مشكل.